ورجعنا لكم بعد الفاصل كمان سهرتنا في ليالي لايف. بتهيألي الفقره دي كتير قوي من الناس بتقعد تسال نفسها يا ترى الظروف اللي احنا عايشين فيها والمجتمع اللي احنا عايشين فيه ووسائل الاعلام اللي شايفينها بقت ضغطه قوي على الجمهور بتاعها وضغطه قوي على فرضهم لاراء، وبنشوف خناقات وبنشوف حاجات كتيره قوي في كده حاجات معقده وحاجات كده مركبه مع بعض بنشوفها دلوقتي في وسائل الاعلام. معانا دلوقتي دكتور علاء رجب استشاري الصحه النفسيه، هيكلمنا اكتر عن تاثير وسائل الاعلام على الفرد والمجتمع بين التوجيه والتحليل النوعيه والتثقيف، ونشوف يا ترى فعلا بجد شايفين ان وسائل الاعلام دلوقتي عندها بتثقف الجمهور بتاعها ولا لا، وده اللي هنعرفه مع الدكتور النهارده اللي منورنا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا مريان، اهلا بيكي. دكتور علاء، دلوقتي زي ما انا قلت في البدايه ان في ناس كتيره قوي بتشوف خناقات وبنشوف التوك شو بيبقى فيه نزاع وفيه صراع وفيه شد عصبي، وبنشوف مشاهد برضو بتصير الغضب عند ناس كتير قوي من الجماهير. شايفه ان ديت شكل الحاله النفسيه واللي احنا شايفينها والتخبط اللي بيحصل في المجتمع، شايفه ده ازاي؟ طبعا هاخد من مقدمتك الاول من الاحداث اللي احنا بنعيشها. دايما في الاول خالص بنقول ان الانسان، اي انسان في الدنيا جواه متناقضات. طبعا المتناقضات دي يعني كل البشر فيها متناقضات، لكن احنا مهمتنا ان احنا نعيش المتناقضات دي في حاله توازن. لازم الانسان عشان يقدر ان هو يبقى يعيش حياه طبيعيه لازم ان هو كل المتناقضات اللي جواه تبقى في حاله توازن. في ناس جدا فيها الخير وفيها الشر طبعا. في ناس بتخاف وفي ناس عندها جرأة شديدة. يمكن انت بتتكلمي عن اخطر شيء هي وسائل الاعلام، يعني بتتكلمي عن الصورة وبتتكلمي عن الكلمة، ودول الاثنين مع بعض مجتمعين بيمثلوا طبعا أهمية كبرى جدا في اكتساب المعرفة، يمكن المعرفة الأولى للبيت وللطفل وللشباب وللأسرة عامة. ويمكن أحداث الفترة الأخيرة دي خلقت أنواع جديدة وأنماط جديدة من السلوكيات النفسية لدى المواطن المصري بصفة عامة، ما بين مؤيد لشيء لفكرة وما بين معارض لفكرة أخرى، ما بين إن إنسان عايز يعيش حياة هادية وما بين إنسان حاسس إنه هو مش عارف يلاقي أمان، سواء ارتفاع درجات النقاش اللي هي بنقدر عليها نقول النقاش السلبي، إن أنت عايز أقنعك بفكرة وأنت عايز تقتنع بفكرة أخرى. فده طبعا من أصعب الشيء، عدم تقبل الآخر، النقد والتجريح. التجريح طول الوقت الناس بتجرح في بعضها، ما بقاش الإنسان بيتناقش مع الإنسان بلغة الحوار. يعني احنا بنفتقد لغه الحوار، طب احنا بنفتقدها في البيت وبنفتقدها بره في المجتمع، ما دي طبعا وبنفتقدها كمان. يعني احنا شايفينها دلوقتي كمان بتخش جوه كل بيت، يعني احنا بنشوف الشاشه ديت الصغيره زي ما كنا بنسميها زمان، بنشوفها انها بتخش جوه كل بيت، وشايفين ان دوت تاثير بقى الاعلام واثارته بالصوره الايجابيه او بالسلبيه على الاشخاص. ازاي بقى؟ طب ناخدها حاجه حاجه بالظبط. نبدا من البيت. اول حاجه عندنا السلطان بتاع البيت والملك المتوج الطفل، اللي كل البيت كله سواء اب او ام بيشتغلوا او بيختاروا وسائل ترفيه لاولادهم، يبقى اهم واحد عندهم عايزين يسعدوه هو الابن بيجري على التلفزيون طبعا لفترات طويله. وده بقى عايزين برضو نقول لكل اب وكل ام حاجه مهمه جدا، يعني حلو جدا ان ابنك يشاهد، بس ماذا يشاهد؟ هو بيشوف ايه؟ وايه الاوقات اللي انت بتخليه يشوف الحاجه اللي هو بيتفرج عليها؟ ده مهم جدا، بتحدد له الاختيارات بتاعته. وانت هل كل اب وكل ام بتسيب ابنك يشاهد علشان خاطر ان هو ينشغل بهذا عن التربيه، عن انت تقعد معاه؟ خلي بالك برضو في حاجه، ان الاب والام يسيبوا الولد ولا البنت ولا الاطفال بيتفرجوا فترات طويله، هات لهم التلفزيون ويسيبهم فترات طويله جدا من غير ما يناقشوهم هم شافوا ايه. يعني زمان كانت دايما الاسره تجتمع على مسلسل الساعه 7 والبرنامج بتاع مثلا ماما نجوى، البرنامج بتاع سمير صبري، الحاجات اللي هي اللي كانت موروثات اجتماعيه، ان احنا قاعدين كل الاسره قاعده تتفرج على حاجه. لكن دلوقتي كمان بتتفرج على حاجات الاطفال. يعني احنا كنا بنشوف، يعني والدتي لما كانت بتتفرج على ماما نجوى كانت والدتي وانا، يعني الاسره كلها بتتجمع فعلا ان احنا نتفرج عليها، بيبقى فيها مواضيع تهم الطفل وتهم الام كمان. يعني هو كمان يعني وسائل الاتصال خدت منه وقت كبير قوي، اثرت في دماغه، ما بقاش يفكر، كل تفكيره في المشهد اللي هو بيشوفه بيكتسب ايه. طب انت دلوقتي مطالبه ان واحد قاعد يتفرج على افلام مثلا فيها عنف ومشاهد عنف، هل تعلمي كل نفسيه طفل بتختلف عن الاخر؟ اكتسب قد ايه عنف، اتعامل معاكي، شاف سلوك. يعني مثلا هي المسلسلات بتيجي منين؟
مش انتوا بتقولوا دايما صناع لما بنقعد مع بتوع صناع سيناريو بيقولوا احنا بنجسد الواقع. بالظبط. طيب انت مش ممكن بننقل صوره المجتمع، يعني وبتنقل صوره المجتمع والواقعيه الشديده. ولما نقول مثلا استاذ نجيب محفوظ هو نوبل لانه بينقل الحاجات الجميله اللي كانت جميله زمان، اللي هو الواقع الجميل. لما نقول مثلا اسامه انور عكاشه كان بيكتب التفاصيل الديتيلز، حتى كانت الشاشه مليانه جمال، فكان الطفل وكان الشاب بيتفرج على حاجه يقول لك الله على الديكور، الله على الواقع. دلوقتي الحاجات بقت ايه؟ ارتفيشال كتير قوي، الوان كتير متداخله، بيطلع الطفل ما بيشوف الالوان متلخبطه مع بعضيها، بيشوف الابن بيكلم ابوه بطريقه معينه بيقلد، ما هو عايز يقلد. انت بنشوف بقى في اهم شيء مهم جدا عندنا القدوه. بقى القدوه للاسف الشديد، ما انت ممكن تعمل نماذج ايجابيه ونماذج حلوه جدا، والصناع عندنا صناع التلفزيون وصناع السينما رواد في ذلك. طب ما يعملوا شخصيات الطفل يحبها اكتر والشاب يقلدها اكتر، ويعني وخلي بالك انه النماذج دي هي اكتر للمحاكاه بالنسبه للاطفال وبالنسبه للشباب. في صناع السينما زمان واحنا بنعمل ابحاث لقينا الستوري تيلر اكتر حاجه بتعلم الطفل طبعا الاشياء الايجابيه. الراوي بتاع الحكايات وبيحكي الحكايه وبيقعد يقول ويقلد وان هو ويتخيلها في الصوره. التخيل ده بيفتح الافاق زي ما بيقولوا. احنا عايزين برضو نقول رساله مهمه جدا، وانت بتكتب راعي ان اللي انت بتكتبه ده هيطلع، يعني بنقول راعي الشيء اللي انت بتكتبه ده، راعيه ان هو هيتعمل، ناس كتيره قوي هتشوفه، ناس كتير هتتاثر بيه، كلمتك مؤثره. فالمفروض اللي بيكتب بيبقى عارف هو بيكتب ليه، بيقعد معلش المفروض هو بيكتب السيناريست يبقى دارس علم نفس كويس وعارف سيكولوجي والحاجات دي بتاثر في المجتمع ازاي. تتخيلي ممكن لو انت عملتي مثلا مجموعه اطفال وكل يوم قاعده توريهم كرتون بشكل معين عنف، هيحفظ مشاهد العنف وهيشوف هو بيعمل ايه وهيروح يقلده وهيعمله محاكاه وتبدا تزداد شخصيته يفضل عنيف. حد شاف مسلسل معين وفي نوع معين من الصراع النفسي بين الاخوات والصراع النفسي بيصدر قيم، لكن تخيلي بقى لو العكس، لو هو بيصدر قيم ايجابيه. تخيل لو بيتفرج على مسلسل فيه لمة بيت العيله، بيعرف بيت العيله، بيتفرج على حاجه بتخلي الشاب، على فكره احنا ما نستهترش بالكلام ده، الكلام ده لو احنا بنعمله بجد هنلاقي ليه نتيجه ايجابيه بجد، مش احنا منتظرين اولادنا يتعلموا العنف. انا ابني يا دكتور بيسرق لانه التاني بيهزر في البرنامج ولا بيهزر في الفيلم وبيروح ياخد حاجه مش بتاعته ولا وضحكت عليه. كمان بقى في مفهوم رهيب جدا، السخريه والتقليد، وبقى خلاص الواحد يعني السخريه دلوقتي بقت بالفاظ، يعني بالفاظ اللي هو خارجه، ويعني بقت واضحه جدا لحتى للطفل الصغير ان هو يعني بيفهم طريقه الكلام اللي بيتقال، فبيبقى عارف ان ايه الكلمه اللي اتقالت. تعرفي ده بيسبب ضعف في ثقه الانسان نفسه طبعا، وفي نفس الوقت بيدي للشخصيه دي مردود سلبي جدا، ان هو ما بيبقاش يثق في حد وبينزل القيم اللي عنده، وما بيبقى صوره الاب بتهتز في البيت وصوره الام بتهتز، لان كل الحاجات اللي احنا عايزين نكونها عنده هي مش موجوده خالص بتاتا. فلازم ان احنا نراعي الحته بتاعه السخريه دي من الاشياء اللي احنا بنطرحها. ولذلك تاثير، انت بتقولي تاثير قوي جدا، تاثير برامج التوك شو ده تاثير برامج التوك شو. هناخد حاجه بسيطه، اصل انت فتحتي موضوع جامد جدا، حاجه بسيطه جدا. دلوقتي الاثنين بيصرخوا في بعض، طب انا بنتكلم انا وانت في وقت واحد، مين هيسمع؟ محدش. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا حاجه مهمه جدا، ودنين. الحكمه تتخيلي، ما هو خلق لنا ودنين عشان نسمع اكتر، ولكن بق لسان واحد بس. لو قعدنا فكرنا كده، طيب ما الاثنين دول، الودنين دول عشان يسمعوا، لو حاجه فلتت الودن الثانيه تسمع، لكن البق مسؤوليه انه هيتكلم كلمه واحده، الامانه بتاعت الكلمه دي. طب انت بقى بتمتلك كلمه وصوره وبتمتلك فن راقي، لو عملت جرافيك للاطفال تقدر تعمل بيه، تغير مناهج، تغير سلوكيات. ودلوقتي التعليم دلوقتي العالمي كله ماشي على ان احنا بناخد فيلم صغير بنعلم الطفل الاخلاق، بنعلم الطفل الحدوته، بنعلم الطفل الثقافه من خلال الفيلم لا يتعدى 4 دقائق. يبقى اثرت ولا ما اثرتش؟ طبعا. يبقى القدوه عندنا هنا ادي موضوع مهم جدا اهتز بسبب ان احنا بننقي اعمال غير ملائمه للمرحله العمريه. وغير كده يا دكتور، لو بتتذكر معايا والمشاهدين اكيد متذكرين دوت، كان زمان بيجي اعلانات التوعيه، كانوا بيخاطبوا الطفل باسلوبه وبرقيه وبجماله، وبيوصلوا المعلومه اسهل واسرع، وبالذات ان الصوره المرئيه ان احنا نشوفها عن شاشه بتوصل المعلومه اكتر ما نوصلها في كتاب واكتر ما نوصلها في حاجات كتيره جدا. تمام. فين ده دلوقتي؟ لا دلوقتي ده في اجازه، يعني انا بقول بجد، يعني انا طبعا
يعني من ضمن الحاجات المؤثره جدا، حتى لو انت حضرتك مثلا في رحتي تحضري فرح، كان زمان بينقوا الاغاني في الافراح بالظبط. كان الطفل دلوقتي بيروح على اغاني غريبه جدا وغير يعني سوري يعني بتعمل تلوث تلوث سمعي. في اب، يعني انا هقول لك حاجتين، في اب بيقول لاولاده خلي بالك احنا في الحفله هنختار اغاني بس في اغاني معينه انا ما اقبلهاش. فين بقى عائلتي اولا؟ فين الاب ده؟ فين الدور بتاع الاب اللي بيقوم بدوره اللي هو اباء خارج نطاق الخدمه؟ شكرا انا مش موجود وجاي ابني بقى بيسمع كده، انت اللي خليته كده. يعني انا حضرتك لو انا كل يوم وانا جاي بجيب سي دي لماجدة الرومي ولا سي دي لعمر خيرت ولا وبجيب حاجات تانية، طب ما انا عودت ابني على حاجات. ده انت في الشغل لما تعودي تجيبي نوع معين من الاكل والاصحابك بيكونوا مستنيينك، مش هيجيبوا لك نوع انت مش عايزاه. فهو الفكره في كده، انت بتعمل ايه؟ بتقدم ايه عشان تلاقي ايه؟ ده مهم جدا. فالاب بيتنازل عن دوره، الام الانتقاء والاختيار في البيت للاشياء المعروضه. احنا دلوقتي عندنا بيستسهلوا يا دكتور، يعني انا بشوف امهات كتيره جدا ومنهم يعني زمايلي وناس كتيره جدا واصحابي، الام تبقى مشغوله في المطبخ وتبقى عايزه ابنها ما يقفش معاها وما يضايقهاش، فتقوم مدخله فاتحه له الكرتون ده بقى قنوات، يعني بجد يعني لو الام تقعد تتفرج مع الولد على القنوات ديت لا يمكن هتفتحها تاني، لا يمكن. بتقدم ثقافه اولا مش ثقافتنا، عشان مش هي دي القنوات اللي احنا بنذاعها، يعني مش هي دي القنوات بتاعه المصريين، لا قنوات يعني للاسف الثقافه انا عايزه اتوقف في الحته دي. الحاجات المدبلجه التركي والبلجيكي والتشيكي، هل اختيار تعالي كده اصل انت فتحتي موضوع عايز سوري يعني عايز حلقات عايز يعني لو قلنا مثلا اختيار الزوج نوعي الجمهور، يعني بنيجي نثقف احنا الشعب ده، الشعب اللي فقد شويه من اهتماماته للطفل الصغير، لا احنا عايز نرجعه تاني. الصوره دي يا مريم دلوقتي مثلا الناس بتقبل على نوعيه معينه من الحاجات اللي مدبلجه، صوره الفتاه متغيره خالص عن صوره الفتاه المصريه. هتلاقي دلوقتي الثقافه هم جم غزونا هنا، جم غزونا وسرقوا تراثنا، سرقوا عمرنا اللي تعبنا فيه. بقى نفس اللبس لبس تركي، مش عارف هعمل شعري بشكل تركي، مش عارف هعمل ايه بشكل بلجيكي، حاجه مستورده. وانت نفسك لما تشوفي صوره جميله قوي لرسام عالمي وحاجه مصريه اصيله تقولي ايه فين الجمال ده؟ يعني ربما ان الحسين وبعض المناطق اللي في القاهره هي اللي بتحسسك ان انت في القاهره بالظبط. روحي بقى شوفي المناطق، حتى المناطق الساحره الجديده اللي بيعملوها في مصر كله على اساس الاسباني، الحي مش عارف الاندول، فين الحي المصري الاصيل؟ فين الناس من بره مصر بييجوا هنا يعملوا حاجات وييجوا يتاثروا بالثقافه بتاعتنا؟ واحنا يعني الفخار دي مش صناعه مصريه، لا صناعه مصريه. سوري بيجوها من الصين تخيلي. طب لا وحاجات كتيره جدا، ده في دلوقتي الكارثه الكبرى المنتجات المصريه، فانوس ابسط حاجه فانوس رمضان المصري بيجي من الاصيل اللي هو اللي احنا متربيين عليه، فين الفانوس المصري؟ الديتيلز دي في الشخصيه مهمه. فانت ما تجيش تقول لي بقى، ما تجيش معلش تقول لي انا بقدم لك حاجه واو وده فيلم ما لسه ما اتعرضش او مسلسل، لا ما يلزمنيش، ما ينفعش الثقافه بتاعتي. غير جيل بكامل طبعا، يعني غنوه تغير جيل، فيلم يغير جيل، وسلوكياتهم اهم شيء السلوكيات. يعني احنا بنقول دلوقتي ليه الجيل اللي طالع وليه احنا بنشوف الافلام العنف وليه بنشوف المشاهد الرعب دي كلها، نيجي نسال القائمين على ده يقول لك ما هو ده موجود في الشارع. طب مين اللي صنع الجيل ده؟ مين اللي صنع الشارع ده؟ مين؟ بصراحه الاب والام. بصراحه مفهوم عائلتي اولا مختفي. بصراحه الابن بيشتري وقت من ابوه. يمكن في حكايه شهيره، ابن قاعد يحوش من مصروفه مبلغ ما بيشوفش ابوه غير في الشهر مرتين ثلاثه، بيقول لهم عشان الفلوس انا بروح اجيب لكم فلوس. فبيقول له يا بابا انا اليوم بتاعي، قال لي اليوم بتاعي ب 100 جنيه، انا هقعد معاكم اعمل ايه؟ الواد حوش 100 جنيه ومستني باباه، بيقول له مش، قال له عايز ايه لعبه؟ قال له لا، قال له انا عايز يا بابا اقعد معاك يوم. تخيلي بقى. وبعد كده يقول لك ايه؟ انا مش فاضي انا بشتغل. انت بتشتغل عشان خاطر مين؟ ما هو انت بتاثر بقى، بتشتغل عشان خاطر ده، عشان خاطر ده. فيجي كاتب دراما يكتب بقى حاجه ظريفه، يكتب بقى ايه؟ انحراف الابناء سبب الاباء. فيبدا ينقل الصوره السلبيه. في فتره معينه كده ظهرت سينما غريبه علينا جدا بشباب ما نعرفهمش جدا، بس حكايات شبابيه، الاب مشغول، الام مشغوله نفسيا، الشباب دي اصلا عندهم فراغ عاطفي، فراغ نفسي. انا النهارده مثلا طفله صغيره قاعده تتفرج على مسلسل وشايفه الاب بيطبطب على بنته وشايفه الاب بيجيب هديه وباباها ما بيعملش كده عشان مشغول.
طب هي شافت صوره، الصوره دي مش موجوده، راحت لقيت كبرت شويه، لقيت واحد بيقول لها انت بيتكلم يعني معاها، بيطبطب عليها بتبدا بيديلها الحنان بمعنى بتبدا ولذلك الاب والام لما هم غابوا، حضرتك دايما الاطفال لو تلاقي اطفال في العيله عندك ولا يقول لك ايه، احنا بنحب نعيش مع اقراننا، عارفه ليه؟ عشان حاجه بسيطه مع بس، تيتا مع خالته عشان بيدوهم اهتمام. تيتا وخالته وولاد خالته والناس دي بيدوهم المشاعر المفتقده من الاب والام، في الاب والام، فهم واخدين اجازه ويفوقوا بعد كده على كارثه، وبعد كده يجي يقول لك دكتور الحقنا. طب ما انت ما بقتش اب ناجح، انت ما عملتش اللي عليك، ما قعدتش، سوري يعني ما اشتريتش وقت من نفسك عشان تعلم ابنك تقول له خد ده، ما طبطبتش عليه وقت ما يكون تعبان. ممكن كاتب سيناريو برضه، انا دايما بربط ده مثلا بعمل، ممكن سيناريو الفن هو بالذات يعني اللي يمكن هو اللي نشوفه يصلح الفتره الجايه. طيب شفتي مسلسل مثلا او حاجات اكيد بالزبط. زي اللي بقوله الاب عمل عمليه يسيب السفر ويجي، وفي الاب عمل عمليه، طيب اخواتي هناك هيشوفوا علم الطفل حاجه ان انت ممكن خلاص اي حد تاني يقضي مع باباك، اديله عدم ان مفيش حنيه، مفيش ترابط، التاني جاي جري، التاني شوف ساب الدنيا كلها عشان خاطر باباه، اللي هو خلى عنده، ما خلاش تصحر نفسي. خلي بالك مفهوم التصحر النفسي، لان الانسان يبقى عنده ما عندوش مشاعر، ما عندوش احاسيس. طب انت يا بتاع الفن، انت كلك مشاعر واحاسيس طبعا. انت يا بتاع الفن، انت بتكتب، بتعزف على كل اوتار حساسه، انت بتطلع كل الحاجات اللي نفسك المجتمع يبقى فيها، يبقى طلع اب متميز، تطلع راجل بيفهم يعني ايه راجل، طلع ست يعني ايه ست، يعني ايه ام، يعني هي قادره على ده ازاي، التوجيه النفسي. حضرتك هو لو الواحد فقد الشيء ما بيعطيش طبعا، لو الواحد مش مهيئ نفسيا ان هو يكون اب، ازاي هيدي الحنان وهو ما عندوش الحنان؟ هو ما عندوش الحنان طبعا. ازاي هيدي وقت وهو حاسس ان الوقت ده مهدر؟ نعلمك، تعال نقول لك تعمل ايه، ولا اصل انا ما اعرفش ازاي اتعامل يا دكتور، عايزني اقعد في البيت انا قاعد مع اصحابي على القهوه. لا، النهارده لو انت ما قعدتش مع اولادك وسبتهم للوحش اللي هو الاعلام اللي مليان حاجات كتيره قوي، اللي انت لازم تنتقي. ده احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا حاجات متعدده كتيره ليه؟ عشان ننتقي الشيء اللي يناسبنا. ومعاكي ايه؟ معاكي ايه؟ الريموت تقلب. الريموت ده يعني بيقتل. انت لو عملت كده على حاجه مش حلوه يبقى انت جود بتاع الحاجه مش حلوه، هيلاقي 5 6 10 100 بينقصوا، هيجي لما يجي يعمل حاجه حلوه قوي، مش هيعمل حاجه نفس اللي عملها قبل كده. وخلي بالك الحاجه اللي هي قريبه مننا احنا بنصدقها بسرعه. طبعا نفسيا، وبالذات ان احنا دايما بنقول برضو اللي بنفتقده دلوقتي حتى في صوره الشاشه، فين الكلمات اللي بتدعي كلمات ربنا، الايات فين، اذا كان ايات مسيحيه او ايات قرانيه، فين الكلمات اللي بيبقى متواجده في السيناريو اللي كانت بتوعي الناس قد ايه مخافه ربنا، وقد ايه، وبالذات ان احنا بطبيعتنا كمصريين بفطرتنا احنا عندنا انتماء ديني وعندنا. كلمنا عن ده يا دكتور اكتر. انت قلتي حته مهمه جدا، ويمكن في السينما الفتره اللي فاتت عشان المرحله اللي احنا كنا عايشين فيها وفيها تخبطات وفي بلطجه جامده وفي حوادث والى اخره، لو انت شايفين مشاهد عنف، بس مش هنقول بقى افلام ولا ايه، بس انت لو تفتكري الفتره الاخيره دي معظم الافلام اللي كانت موجوده في السينما كلها مليانه عنف وكلها مليانه ايحاءات. بالظبط، ايحاءات مش كويسه اخلاقيا، وايحاءات خاصه برضو بالعنف ومليانه، ولقوا ليها ايه، خلي بالك موردين كتيره ان هم الاطفال بيحبوا يتوحروا في شخصيه البطل اللي بيكسر القواعد. صح. اي حد يكسر القواعد ده البطل مش النظام. لسه تقف في الطابور نط كده من الطابور، تعليم فني على طول راقي، وصناع السينما والتلفزيون بيجيب ده ويجيب البطل ويحسسه ان انت عملت حاجه واو ده. لكن تعالي مثلا قارني بين محمد صبحي مثلا وبيقدم فن راقي ويوميات ولا عائله ونيس وادى مثل رائع ان ده الاسره، الاب اب، الام ام، الاطفال اطفال، كلنا بنخطأ وكل واحد بيبقى فيه اختلافات، لكن انت ما تقولش انا مش هقدر اغير، لا، قول ابدا ازاي، تعالى نعمل روشته ازاي نبدا لو انت غلطان، لو انت غلطان في حاجه معينه. للاسره بالذات وللام وللاب بالذات. لا، الاب والام محتاجين اولا من ناحيه التاثير النفسي، احنا بنقول لهم ان خلي بالكم خيال اطفالكم والواقع بتاع اطفالكم واحساسهم وادراكهم بيتكون من الكلام اللي بيشوفوه اللي بيسمعوه ومن الصور اللي بيشوفوها. خلي بالكم، كونوا حذرين جدا في اختيار وانتقاء الشيء اللي بيقدم، ما تقدملوش حاجه فيها اسفاف، ما تقدملوش حاجه مش غريبه عن الواقع جدا،
واحد نازل كده وراح ضرب التاني بالرصاص والدم جه وطلع نط من هنا لهنا. لازم تفهموا على فكره يا جماعه ده اكشن، ده كله ده تهريج، وده بتاع جرافيك، وتجيب ولادك خلي بالك جرافيك وتيجي نعمله انا وانت، ده كله ده كلام مش صح. كلام مش صح، كلام صناعه عشان يبقى الطفل عارف انه مفيش حد بيضحك عليه. ما تقعدش ولادك قدام العاب التلفزيون كتير، العاب الجيم والكلام ده اللي بيلعبوها. دي بقت رهيبه جدا، وبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3 ويقعد لفترات طويله. بتعلموا الانعزاليه، بتعلموا الخجل، بتعلموا ان هو يبقى اناني جدا. بنقول لهم خلي بالكم عشان ما تقولوش اناني، ممكن باباك يبقى تعبان ولا مامتك تعبانه واهم حاجه جبت لي اللعبه ولا لا يا بابا، وده بيحصل في البيوت كتير قوي على فكره. ليه؟ لان انت ما علمتوش انه يبقى مع بابا دلوقتي، انت علمته ان هو حاجته بس، حاجته قاعد. ده نوع من انواع التوحد، خلي بالك انه توحد على الحاجه دي، حبها، شاف ذاته فيها، بعد عنك. يبقى انت ابنك بيبعد عنك وانت مش واخد بالك. يبقى انت مش عمرك هتكون انسان ما اتعلمتش. تلاقي ازواج شباب دلوقتي داخل بيته بعد البلاي ستيشن بيلعب، مش هيقعد مع مراته ولا مش مهتم بيها ولا مهتم بيها، وقاعد يلعب في البلاي ستيشن، اتجوز وقاعد يلعب في البلاي ستيشن. هي ثقافه بتتنقل زي ما انت قلتي من البيت للاسره، بتبدا من هنا لهنا لهنا. نقول له خلي بالك كمان ان انت لما تنتقي لاولادك الشيء ده، ولما انت تشارك معاه وتقول له تعالى نروح سينما مع بعض وادي له وقتك وتوري له فيلم، والفيلم ده لو حاجتين، لو طلع حلو قول له بص بقى القيم الايجابيه، بص كان في ايه وايه وايه. طب لو طلع وحش قول له خلي بالك بقى الفيلم ده طلع وحش، احنا كده هنعرف الحاجه الحلوه. لما نشوف فيلم حلو هنقول ياه ده جميل، ده نسيبه بقى. ودايما تحسسه مع انت معاه، مش انت مثلا بتكلمه وماسك الموبايل، انت بتكلمه وبتقلب هات اللي انا عايز اشوفه. واخبار ومتابعه الاخبار، وبالذات ان دلوقتي ما فيش بيت مصري، وخلينا واقعيين وصراحه مع بعض، ما فيش بيت مصري ما يصحاش من النوم غير يمسك ريموت يجيب نشره الاخبار، يجيب ايه اللي حصل في البلد. ويبقى مشارك ابنه معاه، وينزل ابنه يعني كان ناس كتيره قوي فرحانه انها بتنزل اولادها في اللجان الشعبيه. يا ترى ده صح ولا غلط؟ يا ترى المظاهرات والاحتجاجات اللي كانت بتبقى موجوده، يا ترى انها، وبالذات ان احنا كنا بقى كمان بنشوف فيها مشاهد عنف. بصي يا مريم، يحطوا الاطفال برضو في لا بصي، في بعض يعني مش يعني انا عايز اقول لك بس حاجه مهمه جدا هتجاوب لك على الحاجه دي. لو انا عندي اب وام وعندي لغه حوار في البيت هاديه، مش صراخ، وعندي احترام لراي الاخر. يعني انا مثلا بكلم زوجتي وزوجتي بتكلمني ما بنفعلش عليها، في طفل قاعد مراقب طبعا، شايف كل حاجه، بابا بيتكلم ماما بتسمعه، ماما بتتكلم بابا بيسمعه، مفيش اختلافات، بيقفوا عند نقطه واحده. شاف لغه حوار واتنين بيتكلموا، راح قلب شاف اتنين في توك شو بيتخانقوا مع بعض، ده بيتكلم وده بيتكلم، هيقول حاجه من الاتنين، يا الناس دي مش طبيعيه يا الناس دي مش طبيعيه، اكيد صح. راح قلب تاني لقى ناس بتتخانق وهي بتتكلم. خلي بالك بيتكون عنده الوجدان والاحساس عند الطفل، طفل ذكي جدا طبعا. جدا. بيحصل ايه بقى يا مريان؟ اول ما بيلاقي ان هو ده النمط العام كله بيزعق، يقول لك على فكره يا بابا، هو الولد نفسه الناس ما بقتش تعرف تسمع بعض. طب احنا نسمع ده ولا هنسمع ده؟ حتى انت تلاقي في البيوت الفتره الاخيره سياسه، انتوا هتجيبوا سياسه، هتجيبوا حوارات. انا عايز اوصلك لحاجه، الانسان المحترم وعارف يعني ايه لغه حوار، وعارف يعني ايه يسمع، وعارف امتى يتكلم، اكيد هيطلع بره هيبقى شخص ايجابي طبعا. لما يلاقي حاجه ما تعجبوش، دي حاجه تانية انا عايز برضو اقولها وناكد عليها، كلمه راي، تكوين راي. لما يجي اناقشه انا شايفه بيتكلم، هو بيتكلم احساسه بيتكلم ونفسيته بيتكلم وشاف مشاهد. انت تعرفي يا مريان ان احنا لما بنوري الطفل مشاهد عنف كتيره جدا بيتبلد احساسه. لو شاف حد بقى سوري يعني بيضرب حد والدم كده، عارف يقول ايه يا بابا ده، ما احنا شفنا اكتر من كده. تصدير مشاهد العنف من اكبر الجرائم النفسيه على الاطفال، تصدير مشاهد العنف ده. احنا لما طفل ابوه يتوفى في حادثه بنعمل له سيشن، بنقعد عليه ونفهمه ونقعد نشوف نفسيته ايه. تخيل انت طول النهار والليل عمال اجيب في دماء واحداث والى اخره، ايه القلق ده؟ ايه التوتر اللي انت فيه ده؟ ما احنا هنعيش في حياتنا، هنعيش والحياه مراحل، كل حاجه تمام، واللي بكره ده مش عاجبك النهارده هيتغير، وان الدنيا بتتغير، وان كل واحد ليه اسلوبه في حياته. طب انت ليه ما تكونش اسلوب؟ انت ضعت في اسلوبك، طب ما تضيعش ابنك. حاول تظبط ادائك، الاداء بتاعك، حاول يبقى عندك لياقه ذهنيه. يعني ابنك لما بيكلمك وانت طيب هات ده انا عايز اشوف ده، لا ما ينفعش، ما ينفعش خالص. اللي انت بتعمله احباط. خلي بالك قعدته في البيت بيتفرج لوحده، ما شاركتوش، جاله احباط وجاله ايه؟ امراض كتيره جدا جدا جدا، امراض سلوكيه.
صعب تعديلها بقى الا بعد ما نقعد عليها زي ما انت بتقولي، وبعد كده نكتشف ويا رب يبقى عندهم ثقافه بس انهم يودوهم للدكتور يعالجوهم، ان هم السلوكيات اللي هم عملوها فين يعالجوهم بقى منها. يعني لا، ده بتهيألي الثقافه دي ما بقتش موجوده غير في الوقت الحالي، ومش ناس كتيره. لا، عارفه بتيجي امتى يا مريان؟ لما بتحصل كارثه، الابن يسقط، الابن يجي له تبول لا ارادي فترات طويله، وفي سن كبير مش في سن صغير. الابن الصمت. خلي بالك وسائل التعبير عن الطفل رهيبه طبعا. الطفل بيكتب، ده من وسائل التعبير. يعني ممكن الطفل يكتب رساله ان هو مش شايف ليه صديق خالص من الدنيا، فيروح يكتب ان هو مش لاقي اصحاب، فبيبدا يجيب لهم هدايا عشان يصاحبوه. طفل صغير عنده KG 2 يعمل كده. تخيلي لما طفل يتصرف ان هو عايز يجمع اطفال. فين الاب فين الام؟ انا عايزه، فين هم؟ انتوا فين؟ الاب اللي بيفرق بين معاملته الاخوه. لما يجي نتفرج على عمل فني ونلاقي مثلا ايه، الاب ده بيفرق بين ده وبين ده. طب ما انت علمته اول حاجه الظلم. علمته كده الظلم. زي فرقت بينه وبين اخوه، دي كارثه. زي يعني لا، ما تبقاش نصاب. يعني انت ما تبقاش نصاب في التربيه. كل حاجه ممكن تعملها. ودايما ايه، ما تعلمش ابنك الفهلوه، ما تعلمش ابنك ان انت تعدي في الحديد بقى وتصور له بقى التطاول على الاشياء، التطاول على النظام. ده طبعا نفسيا مش طبعا كويس جدا خالص، لان الطفل بيتكون اي شيء عنده وهو صغير خلاص بيفضل ثابت فيه في شخصيته، وبيبدا يتعامل مع هذا الاساس. فانا يعني في الحته دي برضو عايزين ايه، نبقى نقف عليها ازاي. لا اكيد، لا ده احنا بتهيالي عندنا يا دكتور حلقات وحلقات وحلقات، لازم نتكلم عن ده، وبالذات ان اكيد دور الفن ليه دور عامل كبير أكيد. جدا. الفن ليه دور في تشكيل شخصيه الطفل، ليه دور في نجاح الحياه الزوجيه لو نقل كل طبعا الامور والمشاكل بشكل هايل جدا، ليه دور في ان هو يكسب الصفات الجميله طبعا، في دور في احياء المشاعر الغائبه عن حياتنا. الفن رساله طبعا صامته، يعني بجد صامته في خيال بعض البشر، ولكنها تحيي كثير من القيم الأخلاقية في حياة الكون كله، مش البشر بس. بشكر دكتور علاء رجب بجد، استشاري الصحة النفسية، ان حضرتك كنت منورنا النهارده في ليالي لايف، واكيد المشاهدين استمتعوا بالحوار مع حضرتك وبالمشاهدة، ان حضرتك اكيد اثرت نقط مهمة جدا، واكيد المشاهدين استفادوا منها. واقول للمشاهدين استنونا في فريق عمل جديد. تصبحوا على الف خير.